شيء احنا بسعدنا وبشرفنا توليك مثل هذا المنصب رفيع المستوى اللي بس بدل على انه رئيس الحكومة وقيادة السلطة الوطنية اختارت الرجل المناسب في المكان المناسب. دكتور أمجد مش غريب عني أنا شخصيا، لأني تابعت سيرتك وتابعت عملك والتقينا عدة مرات في جامعتك بوليتكنيك الخليل، وتبعثنا في مسيرة عمل ولا كيف نخدم أهلنا في 48. إن شاء الله من منصبك هذا كمان نخدمهم أكثر، وشريحة عرب 48 في جامعاتنا أخيرا تنطلق لمؤسسات عربية أكثر منها مؤسسات الجامعات الإسرائيلية اللي عمليا باتت تثقل على طلابنا في شتى الطرق مشان يتعسرب مجال قبولهم للجامعات الإسرائيلية. احنا من كلك بنشد على ايدك دكتور امجد، خليك ثابت مثل ما عرفناك، قوي متين، لانه احنا بحاجه لامثالك في مناطقنا ان كان في 48 ولا مناطقنا الفلسطينيه ولا في الشتات. فمبروك باسم وفدنا ومبروك باسم 48 كلياتنا توليك منصبك كوزير التربيه والتعليم العالي في مناطق السلطه الوطنيه. مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك وألف شكر لك. وهذه جيدكم جاي غالية جدا علينا. أهلنا في الداخل الفلسطيني هم عزوتنا، وإحنا وياهم إن شاء الله فريق واحد، وكل إمكانياتنا المتوفرة داخل وزارة التربية والتعليم العالي وجامعاتنا مفتوحة لأبنائنا في الداخل، وإحنا كل الدعم لأهلنا في الداخل. وإن شاء الله إنه إحنا بنكمل بعض وبنكمل هالمسيرة في بناء العلم والتعليم في كل مناطق فلسطين إن شاء الله. بالتوفيق.